ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا في المحاضره النهارده ان شاء الله يا شباب هنحل مع بعض اسئله المهمه الرابعه اللي هي خاصه بالسنسيشن في البلانت، واسئله المهمه الخامسه اللي هي خاصه يا دكتور بالسنسيشن في الانيمال. فسريعا كده يا دكتور كتابك في ايدك وراجع معانا بسرعه كده الاسئله بتوع المحاضرتين دول. نتمنى ان احنا نكون بالفعل بنراجع يا دكتور الاسئله دي سؤال سؤال. احنا بسرعه كده والله بنحاول نعمل لك فويس اوفر على كل سؤال، بحيث بس تبقى عارف السؤال ده اجابته ليه وجاوبنا ليه السؤال بالمنظر ده معايا. فصلي بينا على النبي، كتابك في ايدك ويلا يا دكتور نبدا مع بعض. هنا يا دكتور في كوتشن نمبر 1 بيقول لك باي يوزنج ذا فولوينج فيجر انسر ذا فولوينج كويشن. هنا عندك 4 رسومات هم او 6 رسومات قدامك. الرسمه الاولى يا دكتور بيقول لك دي سبتيتد سيليبتايل تيب، شلنا طبعا التيب. هنا يا دكتور سيليبتايل تيب از كات اوف ذن بليزد ذا اجار ديسك بتوين ذيم. طبعا يا جماعه في حاجه اسمها اجار، وده كان يقدر ان هو يا دكتور يعمل باس للاوكسجين، لان طبعا الاجار يا دكتور دي برضو جيلاتينيوس سابستانس بيتم يا دكتور استخراجها من الالج اللي هي الطحالب. فالاجار اكد على المعلومه، الاجار اهي، كلمه اجار اهي، كلمه اجار اهي دي يا دكتور جيلاتينيوس سابستانس، ماده جيلاتينيه تقدر تعدي من خلالها الاوكسجين. يبقى الاجار والجيلاتين يعدوا الاوكسجين، فهنا دي لو عرضناها لللايت تعمل كيرفتشر عالي. سيليبتايل تيب از بلوكد باي بلاك كفر، هنا انا ما شلتش التيب ولكن حطيت عليها يا دكتور غطا اسود اهو زي ما انت شايف. 4 النبات يا دكتور ما عملناش في اي حاجه. 5 سيليبتايل تيب ريموفد وبحطيناها على المايكا، المايكا طبعا مش هتعدي الاوكسجين فمفيش اي استجابه لو عرضتها لللايت. سيليبتايل تيب ريموفد اند ريبليسد باي ديسك اوف اجار، شلنا التيب وحطينا اجار، الاجار لوحده مش هيعمل كيرفتشر، لازم التيب تكون موجوده عشان تبقى فيها الاوكسجين معانا. يعني في الحاله دي مفيش اي كيرفتشر هيحصل. بص السؤال الاول، stem grow and direction toward the light if they exposed لللايت from one side هيبقى مين؟ طبعا يا جماعه لو انا جبت ده عرضته لللايت from one side مفيش اي دايركشن، مش هيحصل بيند لغياب اللايت. 2 طبعا يا دكتور هنا في الاجار وفي التب، فدي طبعا هتعمل باس للاوكسجين وهتخلي النبات ده يعمل كيرفتشر تورد اللايت. 3 التب موجوده ولكن البلاك كفر مش هيعدي اللايت، يعني مش هيخلي النبات يستجيب لللايت بسبب وجود البلاك كفر على الرغم من وجود التب، فده مش معايا. 4 كده كده ده النبات ما عملناش فيه اي حاجه فده هيستجيب لللايت. 5 المايكا مش هتعدي الاوكسجين. 6 يا دكتور هنا في الحاله دي مفيش اصلا تب، يعني مفيش استجابه، يعني اجابتك هنا هتبقى 2 و4. يعني كده نبص على الاختيارات، اجابتك يا دكتور هتقول لي 2 4. 2 بيقول لك ستيم consider the model for comparing with other cellular tip. طبعا يا جماعه الموديل اللي هي التجربه اللي انا جبتها من غير ما اعمل فيها اي تعديل، يعني انا جبت نبات بدون اي تعديل، هو ده الموديل بتاعك، ده كده الستاندرد اللي انت ترجع له، ده الموديل. فالموديل هنا يا دكتور اللي هي التجربه اللي انت استخدمتها بدون اي تعديل اللي هي تبقى نمبر 4 اونلي، يعني اجابتك هنا هتبقى 4 اونلي. 3 بيقول لك ستيم جرو فيرتيكالي اكسبوزد لللايت فروم اول دايركشن، هيكون مين؟ طبعا يا جماعه اللي هينمو بشكل فيرتيكال لو عرضنا لللايت من كل دايركشن طبعا 2، لان طبعا لو عرضت لللايت من هنا ومن هنا ومن هنا هينمو بشكل فيرتيكال عادي جدا، لان طبعا التوزيع لللايت ده كله هيعمل ايكوال ديستريبيوشن من الاوكسجين في كل اتجاه، ف2 هينمو بشكل فيرتيكال. 3 برضه هينمو بشكل فيرتيكال، ليه؟ لان وجود البلاك كفر مش اللي اتاثر باللايت، يعني لو جبت اللايت من هنا اللايت مش هيعدي بسبب البلاك كفر فالنبات مش هيستجيب. لو جبنا اللايت من هنا نفس الكلام، ف3 هينمو بشكل فيرتيكال. و4 نفس الكلام، لو عرضنا اللايت من كل الدايركشن اهو هينمو يا دكتور بشكل فيرتيكال عادي بدون اي كيرفتشر. انما 5 مش هينفع لوجود المايكا، مش هتعدي الاوكسجين. و6 يا دكتور مش هينفع بسبب غياب التب، يعني اجابتك هنا هتبقى 2 و3 و4. يعني كده نبص على الاختيارات، اجابتك يا دكتور هتبقى 2 و3 و4، يعني الاجابه هتبقى نمبر بي. كويشن نمبر 4 بيقول لك opposite graph illustrate 3 different level of sensation for 3 living organism x y و z. مين الاكس واي زد؟ طبعا يا جماعه اقل ديجري من السنسيتيفيتي اكيد هيكون بليند، اعلاهم هيكون يا دكتور فيرتبريت انيمال ويكون هاير فيرتبريت، اقلهم هيكون يا دكتور انيمال ولكن ممكن يكون من عيله الانفيرتبريت اللي هي الحيوانات اللا فقاريه. يبقى اكس هيكون بلينت، يبقى هبدا يا اما بي يا اما سي او السان فلاور. الواي هيكون حد من عيله الفيرتبريت يعني مثلا الجوريلا. الزد الاوكتوبوس اللي هو الانفيرتبريت، يعني اجابتك هتبقى بي. ده الترتيب بتاعهم كده اللي هو الاكس والواي والزد. كويشن 5 سؤال خبيث بيقول لك ليفلت اوف ميموزا بلانت دايفيرج. دايفيرج يا دكتور يعني بتلاقي ان الليفلت كده بعيده عن بعض اهي،
وبعيد عن بعض يا دكتور يعني هنا ما حدش لمس النبات والليل ما جاش. هنا يا دكتور النبات في الوضع الإيركت بتاعه عادي جدا وهيكون دايفرج. طالما دايفرج يا دكتور يعني البلفينس هيكون عادي جدا، البلفينس هيكون البرايمري ريشز يا دكتور إيركت كده والبلفينس مليان بالميه. طالما انا بقول لك دايفرج يعني بعيد عن بعض، بعيد عن بعض ان النبات يا دكتور عادي جدا ولا حد لمسه ولا عنده نايت، هو النبات في وقت الدي عادي جدا. يبقى دايفرج بسبب امتلاء البلفينس بالميه. يعني اقولها diffusion of water into cell of leaflet بالفيناي، فالاجابه تبقى سي. لو شلت كلمه دايفرج وقلت لك كونفرج، يعني يا دكتور الليفلت دلوقتي هتقرب لبعض، يبقى اكيد حد لمس النبات، يبقى اختار في حاله الكونفرج اختار الاجابه دي لان الميه خرجت من البلفينس. انما هنا بقول لك دايفرج يعني يا دكتور النبات بهذا الشكل، يعني الوضع الايركت بتاعه بدون التاتش وبدون الداركنس، فاجابه تبقى نمبر سي. والسؤال ده مهم جدا جدا وفكرته مهمه جدا. طيب كويشن نمبر 6 vital functions that help living organism to adapt بالenvironment. اكيد يا دكتور دي هتبقى السنسيشن. العمليه الحيويه اللي هتخلي الكائن الحي يعمل ادابتيشن مع البيئه هي السنسيشن. لو حد لمس النبات النبات بيستجيب. حضرتك برضو لو مسكت اي حاجه سخنه بيبتدي ان انت تستجيب وتبعد عنها، فاللي بيخليك تعمل ادابتيشن بالسراوندنج بتاعتك هتكون يا دكتور السنسيشن. كويشن نمبر 7 بيقول لحضرتك هنا يا دكتور which of the following statement doesn't agree مع الاوكسجين. والناس يا جماعه ما بتاخدش بالها من النفي، من دول لا يتفق مع الاوكسجين. زي affect greatly by environmental factors. صح يا دكتور ده بيتأثر بالعوامل البيئية زي التاتش وزي يا دكتور الجرافيتي وزي الووتر فبيتأثر. زي كانت penetrated الأجار. قلت لك يا دكتور الأجار دي جيلاتينيوس سبستانس، مادة جيلاتينية، واحنا عارفين ان الأوكسجين بيقدر يعدي من الجيلاتين، فدي جملة غلط. يبقى دي الإجابة لأن هو كان penetrated through الأجار، يقدر يعدي من الأجار معايا، لذلك دي إجابة غلط. They are used by human to increase rate of plant growth. صح، ممكن الانسان يستخدمه ان هو يزود معدل نمو النبات، ده صح. chemical substance secreted from plant bud. دي برضه يا دكتور جمله صح، لذلك هنا الاجابه هتبقى نمبر بي. دي يا دكتور الجمله الخطا عن الاوكسجين. طيب question number 8 بيقول لك accurate distribution of oxygen in tip of oat leptile exposed لللايت from right side. طبعا يا دكتور هنا الرايت سايد انا هتكلم بقى على الرسمه اهو، ده كده الرايت وده كده الليفت اهو، ده رايت وده ليفت. لا الرسمه مش عكس ايدك، لا زي ما انت قلت، لا الرايت وده الليفت. هنا في الحاله دي احنا هنتكلم على الرسمه زي ما هي قدام. طيب فانا دلوقتي يا دكتور عرضت الاوكسجين اللايت منين؟ من الرايت، يعني اللايت من هنا يا جماعه اهو، اللايت كله من هنا. فطالما اللايت من هنا كلنا عارفين يا جماعه ان الاوكسجين ما بيحبش اللايت فيروح للدارك سايد. طبعا يا دكتور هتلاقي ان كميه الاوكسجين في الدارك اكتر، يعني هنا الاوكسجين اكتر اهو بسبب ان الاوكسجين راح، فالاجابه هتبقى ايه؟ البي غلط، الاثنين قد بعض. السي غلط لان كده الاوكسجين راح لللايت، والدي غلط برضو مش هينفع لان كده الاوكسجين راح لللايت، يعني اجابتك هتبقى نمبر اي. question 9 ده سؤال فاينل. when carrying experiment to provide phytotropism of stem exposed to light from one side او which illustrated region in the opposite figure highest rate of growth. طبعا يا دكتور في الحاله دي اعلى ريت من الجروث هيكون في السيل بتاعت الزد، لانها يا دكتور هتفضل تعمل elongation وتنمو، فهتزق السيلز دي لبره او هتبقى بهذا الشكل. يبقى اعلى ريت من الجروث هيكون في السيلز بتاعت نمبر زد، والسؤال ده برضو فكرته مهمه جدا. question 10 the opposite figure illustrate experiment used to prove the effect of light على الجروث ل 3 plant seedling. which of the following figure illustrates the possible result of response of seedling after passing several days. واحده واحده. طبعا يا دكتور هنا ده مدخل اللايت، عندك هنا طبعا شلنا التب. هنا يا دكتور التب فيها بلاك كفر، بلاك كفر يعني اكيد النبات هينمو بشكل فيرتيكال، مش هيستجيب لاي كيرفتشر بسبب ان اللايت مش هيقدر يعدي من البلاك كفر. ده يا دكتور نبات التب بتاعته موجوده حلو، فهتلاقي ان النبات ده عمل كيرفتشر تورد اللايت، ده هينمو بشكل فيرتيكال، ده مش هيعمل حاجه. فعايز اجابه، الاجابه الوحيده يا دكتور اللي تنفع تبقى نمبر بي. ليه؟ اهو النبات ده عمل كيرفتشر، ده بينمو فيرتيكال عادي جدا، ده مش هيعمل حاجه. انما ده مش هينفع لان استحاله النبات اللي عليه بلاك كفر يعمل كيرفتشر. ده مش هينفع بسبب نفس الكلام. ده مش هينفع لان النبات اللي هو بتاع اللي عنده الاوكسجين والتب موجوده المفروض يعمل كيرفتشر، فدي غلط. لذلك اجابتك هتبقى نمبر بي، وده برضه سؤال مهم. 11 بتاع الروتيتنج ديسك اللي احنا اتهرينا منه. The opposite figure illustrates growing seed of bean plant with a radical in horizontal position where it placed على ديسك روتيتنج vertically. اهو الديسك روتيتنج ديسك موتور عمال يلف اهو يا جماعه. هيلف طبعا لمده 3 ايام.
which of the following figure illustrate shape of radical after 3 days. بسبب يا جماعه ان الروتيتنج ديسك يفضل يلف، فانا طبعا هيعيد توزيع الاوكسجين. الوضع الطبيعي من غير الديسك قلنا الستيم بيطلع لفوق والروت لتحت، لان الستيم كان نيجاتيف جيوتروبيزم. فانت لو انت مركز الراديكال اهو بهذا الوضع المفروض يطلع لفوق، مفروض، بس الروتيتنج ديسك هتعيد توزيع الاوكسجين ومش هتعمل اي تغير في النبات، يعني اجابتك هتبقى نمبر ايه. طب لو شلت لك كلمه روتيتنج ديسك يبقى النبات هيبقى الاجابه سي، انما بسبب وجود الروتيتنج ديسك فالوضع هيتم بشكل طبيعي بدون اي كيرفتشر. اجابتك نمبر ايه. question 12. The opposite figure illustrates experiment carried to verify response of plant stem للجيوتروبيزم. Which of the following figure show accurate shape للاكسبيرمنت دي؟ طبعا يا دكتور هنا بيقول لحضرتك ان لقينا النبات بالوضع الهوريزونتال ده فالكيرفتشر حصل لفوق، مفيش مشكله. طبعا ده يا دكتور هيكون غلط، لان اللايت المفروض الكيرفتشر يطلع لفوق، ده غلط برضو. لان اللايت بنجيبه من الدايركشن ده عشان ما يكونش عكس الجرافيتي، يعني ما يعكسش الجرافيتي يعني. الدارك طبعا ده لا. ان دارك وسلو روتيشن طبعا الاجابه هتبقى دي، لان يا دكتور هنا احنا حطيناه في الدارك وسلو روتيشن فالنبات هينمو بشكل طبيعي جدا بدون اي كيرفتشر، يعني اجابتك هنا هتبقى نمبر دي. فدي التجربه يا دكتور فعلا تشرح الكلام ده، ان انت يا دكتور عشان تثبت ان النبات بيستجيب للجرافيتي ما ينفعش نخليه بهذا الوضع، ما ينفعش النبات يكون كده فيرتيكال، لازم يكون هوريزونتال. وهنا احنا ركبناه على سلو مانر عاملين نلف او بنعمل له روتيشن، فبالتالي مش هيعمل كيرفتشر. فدي التجربه اللي بتثبت الكلام ده، لذلك اجابتك هتبقى نمبر دي. الاي والبي برده ما ينفعوش لان الجيوتروبيزم ما فيهمش اللايت، فدول مش هينفعوا. طيب question 13. which statement is wrong؟ مين من دول جمله خطا؟ humidity affect oxygen and control growth of root. ده يا دكتور صح، الهيوميديتي فعلا ميه بتاثر على الروت وبتعمل كيرفتشر للروت تورد الوتر. humidity doesn't affect الاوكسجين control growth of stem. صح، الهيوميديتي مالهاش علاقه بالستيم، والكلام ده احنا قلناه، الميه مالهاش علاقه بالستيم. جرافيتي افكت اوكسجين كنترول جروث اوف ستيم. ده صح. اللايت دازنت افكت على الاوكسجين اللي بيعمل كنترول للستيم. طبعا غلط، ده الاوكسجين بيأثر على الستيم، بتلاقي ان الستيم كان بوزيتيف الفوتوتروبيزم، يعني اجابتك هتبقى نمبر دي. question 14 بيقول لك هنا the opposite figure represent a plant seedling fixed على surface rotating horizontally exposed لللايت from one side. يعني نبات سيبناه على موتور وهنعرضه لللايت. then seedling rotated ل 2 days. طبعا يا جماعه هتلف لمده يومين، فهتلاقي ان الجروس بينمو بشكل فيرتيكال بدون اي كيرفتشر بسبب الايكوال ديستريبيوشن من الاوكسجين. هيتم اعاده توزيع الاوكسجين يا دكتور على الجنبين. بيقول لك هنا ليفت فيكسد ل 2 days، بعدين هنثبتها اليومين، يبقى لف اليومين هينمو بشكل فيرتيكال. هتثبته اليومين ومعرض لللايت، هتلاقي الستيم هيعمل كيرفتشر تورد اللايت. معايا؟ طيب يبقى لفيناه يومين هينمو بشكل فيرتيكال اكسبوزد، وبعدين هنثبته فيكسد ل 2 days يبقى هيعمل كيرفتشر تورد لايت. مين من دول يشرح اللي حصل؟ هي دي الاجابه، لان ما هينمو بشكل فيرتيكال اول ما يثبت لمده يومين واكسبوزد لللايت هيعمل كيرفتشر تورد اللايت، يعني اجابتك هتبقى نمبر اي. طيب هنا كوتش نمبر 15. the high concentration of oxygen cause ايه؟ increase elongation في الروت؟ لا، بيعمل inhibition. increase elongation في الروت؟ قلنا لا. decrease elongation في الستيم؟ لا. decrease elongation في الروت؟ ايوه، لان بيعمل inhibition. الاوكسجين يا جماعه كتير في الستيم هيعمل increase elongation، وفي الروت هيعمل inhibition للالونجيشن، فالاجابه تبقى نمبر دي. 16. the opposite figure represent plant seedling placed على البوت hanging upside down، متعلقه كده يا دكتور. which of the following figure express what happened للسيدلينج after passing several days؟ عادي جدا، الستيم هيبقى لفوق والروت يا دكتور لتحت، بس كده. فعايز اجابتك يا دكتور هتبقى نمبر بي، دي الاجابه بتاعه السؤال ده، وده برده سؤال لطيف ما فيهوش اي حاجه. طيب تعالى هنا يا دكتور في كوتش نمبر 17 بيقول لك all of the following statement correct except الستيم بوزيتيف فوتوتروفيك. صح. نيجاتيف جيوتروفيك. صح، الستيم كان بوزيتيف فوتوتروفيك ونيجاتيف جيوتروفيك. صح. الستيم نيجاتيف جيوتروفيك. صح. بوزيتيف هيدروتروفيك غلط، لان يا دكتور الستيم ليس له علاقه بالووتر، فالاجابه هتبقى بي، دي جمله غلط. ذا روت نيجاتيف فوتوتروفيك. صح. بوزيتيف هيدروتروفيك ايوه، لان بيعمل كيرفتشر تورد الووتر. الروت بوزيتيف جيوتروفيك. صح، انما بوزيتيف هيدروتروفيك برضه صح، لذلك يا دكتور الجمله الخطا هتبقى نمبر بي. 18 بيقول لحضرتك هنا ان اتش اوف فوتوتروبيزم والجيوتروبيزم للستيم في الهوريزونتال بوزيشن. طبعا يا جماعه لو انا هرسم لك كده الستيم اهو
ادي اللايت من هنا، فالاوكسجين هيروح كله هنا، هتلاقي الكيرفتشر عكس الاتجاه اهو. طب لو ده نبات يا دكتور في الوضع الهوريزونتال، الاوكسجين هينزل تحت، فتلاقي الكيرفتشر هيروح كده فوق اهو. يعني في الحالتين كان الالونجيشن في عكس الاوكسجين اكيوميليشن اهو، الالونجيشن اهو والاوكسجين اكيوميليشن اهو. الاوكسجين اكت ان ذا سيم دايركشن اوف ستيمولس. لا يا دكتور، لان يا دكتور هنا في الجرافيتي كان يا دكتور الستيمولس هنا اهو، الجرافيتي اهي، والاوكسجين اشتغل في نفس اتجاه الستيمولس. انما في اللايت الاوكسجين يا دكتور اشتغل في الدارك سايد اللي هو عكس اتجاه الستيمولس، فالايه غلط. اوكسجين جيت اواي فروم ستيمولس، في حاله الجرافيتي الاوكسجين راح ناحيه الجرافيتي، انما في اللايت بعد عن الجرافيتي، لذلك دي ما تنفعش للاثنين. جيت اواي ده في حاله اللايت، انما الجرافيتي لا. اوكسجين انهبت جروث اوف سيل برضه لا، لان يا دكتور ده الستيم، والستيم الاوكسجين بيعمل ستيميوليت للجروث. دي اوكسجين ستيميوليت جروث صح، فالاجابه هنا هتبقى نمبر دي. which number 19 in all of the following case oxygen inhibit elongation except. الاوكسجين بيعمل انهبيشن مع دي. فوتوتروبيزم في الروت، او الروت يعمل انهبيشن بسبب الاوكسجين العالي. هيدروتروبيزم في الروت ده يعمل انهبيشن بسبب الاوكسجين العالي. جيوتروبيزم في الستيم ان هوريزونتال بوزيشن، لا طبعا الستيم الاوكسجين الكتير بيزود الريت اوف جروث. جيوتروبيزم في الروت طبعا يا دكتور الجيوتروبيزم في الروت زياده الاوكسجين فيه بيعمل يا دكتور انهبيشن للجروث، لذلك هنا الاجابه هتبقى نمبر بي سي، دي يا دكتور ما بتعملش انهبيشن. question 20 structure found في البلانت similar للاكشن للجوينت في الهيومن، دي يا دكتور كانت البلفيناي. البلفيناي يا جماعه ده اللي هو كان لوك لايك الجوينت، وده سؤال برده كان دايركت وقلناه في نص الشرح. 21 what do you expect to happen in each of the figure 1 و 2 when seedling placed في اللايت. ركز معايا بقى. هنا دكتور 1 بيقول لك احنا جبنا اللايت من الاتجاه ده، وده جيلاتين فيه اوكسجين، وده جيلاتين ما عندوش اوكسجين، فري من الاوكسجين. حلو، طالما يا دكتور ده جيلاتين مليان اوكسجين، فطبعا الاوكسجين هنا يا جماعه موجود اهو كميه عاليه، كده كده ان الاوكسجين هيروح للدارك سايد، فبالتالي هتلاقي ان 1 هتعمل كيرفتشر تورد اللايت، 2 مفيش اي كيرفتشر منها. فبيقول لك هنا سيدلينج 1 بيند تورد ليفت سايد. طبعا يا دكتور ده الليفت سايد وده الرايت سايد اهو ل 1، ف1 هتروح ناحيه الليفت سايد، ده هيحصل. طب و2 دازنت بيند، ايوه، فيا دكتور الاجابه هتبقى نمبر اي، دازنت بيند لان ما عندهاش الاوكسجين، فري من الاوكسجين. طب سيدلينج 2 بيند تورد لايت، لا قلت لك 2 مش هتعمل اي كيرفتشر. 2 سيدلينج بيند، لا طبعا 2 مش هتعمل بيندنج. جروس اوف 2 سيدلينج ستوب، ده لا طبعا يا دكتور، فالاجابه هنا هتبقى نمبر اي. 22 which of the following statement agree with nature of oxygen. من دول يا دكتور صح عن طبيعه الاوكسجين؟ اول حاجه when their concentration increase في الروت leading to activation للالونجيشن، لا طبعا بيعمل inhibition. when their concentration decrease في الستيم بيعمل inhibition، لا طبعا يا دكتور بيعمل decrease في rate of growth وليس بيعمل inhibition. بيقول لك هنا not affected by external stimuli، طبعا يا دكتور بيتاثر بالجرافيتي وباللايت وبالووتر. ترانسفير فروم ابسيد داون او فروم اب تو داون في الهوريزونتال سيدلينج، يعني لو جبتها كده هتلاقي الاوكسجين جه من فوق لتحت، يا دكتور صح، بسبب تاثير الجرافيتي، لذلك هنا الاجابه هتبقى نمبر دي. question 23 which of the following figure illustrate distribution of oxygen in cellular tip of seedling في الهوريزونتال بوزيشن، مفصولين يا دكتور باجار. طبعا خلاص يا دكتور هيجي الاوكسجين من فوق لتحت، طبعا ده هنا تحت اعلى، فالاجابه ايه. طب هنا يا دكتور مش هينفع لان فوق اعلى، مش هينفع لان فوق اعلى برضو، مش هينفع لانهم قد بعض، فهنا يا دكتور الاوكسجين هيجي فروم اب تو داون بسبب تاثير الجرافيتي، يعني اجابتك هتبقى نمبر اي. 24 هنا دكتور في الكوتش هنا بيقول لك study the opposite figure then determine the mistake that found فيها. طبعا يا دكتور هنا بيقول لك انت عندك اتنين راديكال الاي والبي، لو انت ركزت هنا يا دكتور الاي بيعمل بيند تورد الووتر، وده يا دكتور صح، الروت بيبحث عن الميه. انما الخطا اللي في البلانت بي ان هو عمل كيرفتشر رايح ناحيه يا دكتور الدراي سويل، وده غلط. المفروض هنا يا دكتور الكيرفتشر بيحصل تورد المكان اللي فيه الميه، فالمستيك هنا هتقول لي ان الكيرفتشر اوف بلانت بي تورد دراي سويل، ده المستيك، ان الكيرفتشر للبلانت بي هيكون يا دكتور تورد الدراي سويل، ده خطا. طب الاكسبلينيشن بتاعك يا دكتور اكتب ورايا كده واحده واحده، هتقول لي بمنتهى البساطه as oxygen accumulate inside of fruit as oxygen accumulate inside of fruit that face water.
lead to inhibition of growth and another side of root elongation increase lead to curvature of root toward الوتر. فدي يا دكتور ايه الاكسبلينيشن بتاعك. طب 25 يقول لحضرتك الاتي: study the opposite figure that illustrate part of mimosa plant then determine number of part move in darkness. طبعا يا جماعه اللي هيتحرك في الشكل ده في الداركنس هتقول لي يا دكتور مبدئيا ادي 1 اللي هي البلفنس اللي موجوده 1 2 3 4 وادي 5 وادي يا دكتور 6. دول اللي هيتحركوا يا دكتور في الشكل اللي قدامك ده، في الشكل اللي قدامك اللي انا راسم لك عليه الليفلت. ادي 1 2 3 4 وادي 5 البلفنس ده وادي يا دكتور ال 6. يبقى الاجابه هنا هتقول لي 6. لو انا راسم لك على الباقي دول الليفلت بتاعته فهنحسبهم. فاللي هيتحركوا يا دكتور في الشكل ده اللي هي الرسمه اللي قدامك هم يا دكتور 6 فقط. فالاجابه هتبقى نمبر سي. 26 هنا دكتور في كوتش هنا بيقول لك in the experiment to prove the oxygen in rule of plant growth indole acetic acid is added gradually للسويل that contain bean seedling. Which of the following graph represent the effect of oxygen على الجروس of growing tip والستيم للروت والستيم. حلو. يقول لحضرتك هنا ايه بقى؟ طبعا انت عارف يا دكتور في الروت كل ما بنزود الاوكسجين كل يا دكتور ما بيحصل انهبيشن للجروس. وطالما يا دكتور حصل انهبيشن للجروس في الروت يعني هتجد ان معدل الجروس او ريت اوف جروس يحصل له ديكريز. في الاستيم يا دكتور الاوكسجين كتير كان بيعمل ستيميوليت للجروس يحفز يا دكتور الجروس فتجد ان معدل الجروس طبعا بيحصل له انكريز. يعني هنا يا دكتور هتقول لي ان اجابتك طبعا هنا دي بالمنظر ده كده ان انت لما زودت الاوكسجين يا دكتور وجدت ان معدل الجروس ثابت، لا معدل الجروس هيقل، يبقى الجروس ريت هيحصل له ديكريز في الروت وانكريز في الاستيم، يعني اجابتك هتبقى دي. انما السي طبعا مش هتنفع لان بيقول لك برده ان الجروس هيكون ثابت، والاي مش هتنفع لان يا دكتور الروت بيقول لك ان هيحصل له انكريز لان يا دكتور هنا المفروض ان الروت يحصل له ديكريز بسبب الانهبيشن للجروس للصل. فهنا الاجابه هتبقى نمبر دي. والسؤال ده يا جماعه مهم جدا جدا. طيب تعرف الكوتش اللي بعده هنا بيقول لك what is the relation that represented by the opposite figure. طبعا الاوكسجين كونسنتريشن يزيد الريت اوف جروينج تب يحصل له انكريز. يعني انا بتكلم في ستيم افكت اوف لو كونسنتريشن اوكسجين في الستيم، لا طبعا. افكت هاي كونسنتريشن اوكسجين في الستيم كل ما تزود الاوكسجين الجروس بهذا الشكل. هاي كونسنتريشن اوكسجين في الروت لا، ده بيحصل انهبيشن. اوكسجين كونسنتريشن على الروت لا طبعا. في الاجابه هتبقى نمبر بي. question 28 plant put in test tube containing water exposed to light from one side for several days. which graph represent the growing tip للسايد that face the light in the root of plant. طبعا يا جماعه السايد اللي هو facing اللايت هتلاقي يا دكتور ان الجروس هيزيد فيه بكميه قليله وبعدين هيثبت بسبب كميه الاوكسجين العاليه جدا، لذلك اجابتك هتبقى بي. بس كده هيزيد وبعدين يثبت، ما قلتش ان الجروس يقل، معدل الجروس مش هيقل لان النبات مش هيصغر. فاجابتك هتبقى نمبر سي. هنيجي بقى دلوقتي نخش على اسئله المهمه اللي بعدها اللي هي دكتور السنسيشن في المان. صلي بينا على النبي. او اقول لك احنا هنوقف المحاضره على كده والفيديو الجاي يا دكتور هيكون سنسيشن في المان، هينزلوا الفيديوهين مع بعض بس هنوقف المحاضره على كده عشان ما نلخبطكوش. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، اشوفكم على خير. سي يو سون ان شاء الله.